حكيم زياش النجم المغربي الذي طالما أبهر الملاعب بلمساته الساحرة وأدائه الحاسمة، يجد نفسه اليوم في مواجهة واحد من أصعب المحطات في مسيرته، من غالاتا سراي إلى عروض مغرية من أندية عربية وأوروبية. وبين توتر العلاقة مع المدرب وتصاعد التكهنات حول مستقبله، هل حان وقت اتخاذ القرار الحاسم؟ كيف سينتهي هذا الفصل الغامض؟ تابعوا معنا القصة الكاملة بكل تفاصيلها المثيرة بعد شارة البداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم تحديثات أخبار الرياضة السريعة. دخل نادي النصر الإماراتي لكرة القدم في دائرة الأندية اللي مهتمة باش تعاقدوا مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم غالاتا سراي التركي في هذا الميركاتو الشتوي الحالي، باش يعوضوا الرحيل ديال مواطنو عادل طعرب اللي فسخ العقد ديالو مع النصر بالتراضي قبل أيام. وحسب الموقع الهولندي VANL، المدرب ديال النصر ألفريد شرودور باغي يستغل العلاقه المزيانه اللي كتجمعو من حكيم زياش، حيت سبق وخدموا بجوج في فريق تيفينتي واياكس امستردام قبل سنوات. نفس المصدر اكد ان المدرب الهولندي والمسؤولين ديال النصر دخلوا في مفاوضات جديه مع زياش باش يجي من غالاتا سراي، خصوصا في ظل المنافسه القويه من انديه اوروبيه وعربيه اخرى اللي كتحاول تجيب اللاعب. زياش اللي عنده 31 سنه لعب غير 5 المباريات مع غالاتا سراي في هذا الموسم في الدوري التركي، وعطى اسيست واحد، وغاب على المنتخب الوطني المغربي في المباراه الاخيره بقرار من الناخب الوطني وليد الركراكي. وكان زياش انتقل لغالاتا سراي في الصيف ديال 2023 بنظام الاعاره من تشيلسي الانجليزي، ومن بعد الفريق التركي شرى العقد ديالو بشكل نهائي اللي غادي يسالي في 30 يونيو 2025. من جهه اخرى كان المدرب وكان بوروخ اعلن ان زياش عنده رغبه باش يغادر الفريق، حيت ما بقاش داخل في الحسابات ديالو في الفتره الاخيره، من خلال بعض فرق الدوري الانجليزي الممتاز في السباق باش يتعاقدوا مع زياش. القرار اعلاميه انجليزيه قالت ان نادي إبستاون اللي كيتواجد في المركز الاخير في البريمير ليغ بغى يتعاقد مع زياش في هذه الفتره ديال الانتقالات. وكاين حتى فريق ويست هام يونايتد اللي حط زياش ضمن اللائحه ديال اللاعبين اللي يقدروا يتعاقد معاهم في الميركاتو الجاي. هادشي كيخلي فرص زياش انه يرجع يلعب في الملاعب الانجليزيه كبيره، خصوصا بعد ما سبق لعب مع تشيلسي. وكان المدرب ديال غالاتا سراي اوكا بوراك قال في واحد التصريح نقلته وسائل الاعلام تركيه: حكيم زياش لاعب عالمي، ولكن ملي كيبقى بديل لغه الجسد ديالو ما كتكونش مزيانه. وقال كاين حاجه وحده واضحه، هو ماشي فرحان معنا، ودابا اللاعب كيدير محادثات مع فرق اخرى وقريب غادي يغادر. شفت تقارير اعلاميه تركيه ان زياش اعطى شروطه لاداره غالاتا سراي باش يفسخوا العقد ديالو، ومن بعد ما تحط في اللائحه ديال المغادرين في الميركاتو الشتوي الجايه حسب جريده فاناتيك التركيه، زياش فاجأ اداره غالاتا سراي بطلبوا انه ياخذ جميع المستحقات الماليه ديالو حتى لنهايه الموسم. هادشي خلى النادي في حاله صدمه، ومازال ما بينش كيفاش غادي يتعاملوا مع هذا الموقف. نفس التقارير قالت ان زياش كيكلف غالاتا سراي اكثر من 5.5 مليون يورو في السنه، وهو مبلغ كبير بالنسبه للمساهمات المحدوده ديالو هذا الموسم. العلاقه بين زياش والمدرب ديال غالاتا سراي وكان بوروخ كتعرف توتر كبير، حتى تقارير قالت ان العلاقه بيناتهم تقطعت تماما. هادشي خلى زياش برا الخطط ديال المدرب. في خضم كل التطورات المثيره يبقى السؤال الذي يشغل عشاق كره القدم: هل سيكتب زياش فصلا جديدا في مسيرته مع احد الانديه الكبرى، ام ان الظروف ستفرض عليه تحديات جديده؟ مستقبل زياش لا يزال غامضا، ولكن الاكيد ان اللاعب الذي ابدع والهم الملايين لن يتوقف عن صنع الحدث، اينما حل وارتحل. الايام القادمه فقط كفيله بكشف الحقيقه.